بداية الثورة السورية في كثير من الناس اللي قدمت الغالي والنفيس في سبيل هي الثورة. اللي عنده معمل، اللي عنده مصنع، اللي عنده بيت خسروا. لا اما بالقصف، لا اما احتلته الشبيحة، لا اما مهم انه خلص صار عم يبدا من الصفر. انا بعرف كثير من الاشخاص واللي كانت تجار صارت تشتغل حمالة في مرافق في بعض الدول ومنها تركيا. اليوم بعد التحرير صرنا نشوف موضة جديدة ألا وهي ارتفاع الأسعار العقار في سوريا. من شوي وأنا عم بقلب على الفيسبوك بشوف منشور اغتنم الفرصة، والفرصة هي أنك تمتلك فيلا في منطقة الشهباء فقط بمليونين ونص دولار. مليونين ونص دولار ليش؟ الحكم ماله ما ظلم، والحكي هون مو على أصحاب المكاتب العقارية، لا الحكي على أصحاب الملك نفسهم. في البداية بنقول لكم انه في ناس قدمت الغالي والنفيس في سبيل هي الثورة السورية. بعد التحرير صرنا نتفاجئ بهي الاسعار الفلكية اللي عم تنزل. خير ان شاء الله. انا قاعد في تركيا، احلى فيلا ب 600 ل 700 الف دولار في منطقة راقية، وعنا في حلب عم بيطلبوا هي الاسعار. المواصفات الجميلة انه طاقة شمسية كهربته، ولا المي على الطاقة القمرية، والانترنت اللي عم بيجي بالقدرة، الا كمان الله يكتر خيرك بتفضل على شواربنا والنت اللي عندك فضائي. هدوا وارحموا الناس. طيب خير. هذا هسه عم نحكي على المناطق الراقية، لسه ما قلنا لكم بالمناطق الشعبية يلي البيت كان حقه 4-5 آلاف دولار، هلا صرتوا تطلبوا فيه 20 و30 ألف دولار. يعني ما بعرف. ناس عم تشتغل شيلفة روحها في سوريا لتعمل حملات لتشجع الناس والمغتربين لأنه يرجعوا على البلد، لتشجع هي الناس إنه ترجع تنهض في هي البلد، واللي جوات البلد ما بدهم يا أخي. أسعار اللي أنتوا عم تطلبوها أسعار ما هي مفهومة، ما هي مفهومة أبدا. وحسبي الله ونعم الوكيل.